الفقر، الظلم، القهر، التفرقة العنصرية، كلها صفات بشرية كريهة في البشر. هم البشر في كل مكان. الطباع تكاد تكون واحدة، فلا أحد يدري أين سيولد. هل في الطبقة الغنية الأرستقراطية التي تستحوذ على كل الامتيازات وتمتلك الحياة في قبضة يدها، أم الطبقة الفقيرة التي تعمل على خدمة الأغنياء وتدفع ثمن ظلم الحياة بثمن باهظ، وهي أرواحهم؟ هم حرفياً قمامة الحياة. نعم يا صديقي، دي كده نبذة بسيطة عن الانمي اللي هتشوفه النهاردة. انمي أقل ما يقال عنه إنه أسطوري. شوقتنا يا أسترو والله. عشان كده قبل ما نبدأ ورينا اللايك بتاعك الحلو وتشترك في القناة وما تنساش تصلي على الرسول، ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ حكايتنا مع الطبقة الغنية. بنشوف بنت ماسكة دمية واضح عليها إنها ممزقة وبتكون حزينة، فبتقول الأم ليها ما تزعليش، تخلصي منها وهنجيب لك الأحسن منها. ورغم حزن البنت إلا إنها فعلا بتعمل كده، وبيظهر جنب مكان رمي الزبالة شخص غامض لابس بالطو ومش ظاهر ليه أي ملامح. هنا بتيجي عربية الزبالة وبتكون جواها الدمية الممزقة بتاعت البنت، وبتروح مكان تجميع الزبالة، وفي نفس المكان بيظهر الشخص الغامض. وفي طرقة مليانة بالغرف بيظهر حارس بيمر على الغرفة دي وبيتمم عليه، فبيلاقي في غرفة منهم الشخص الغامض وهو بيفتش وسط أكياس الزبالة، فبيفاجئه ويدخل عليه ويقول له خليك مكانك، أنت مين؟ وبيضرب جرس الإنذار وبيجي الحراس، لكن في لحظة وبحركة سريعة بيحدف الحراس بالزبالة وبيهرب من فتحة في الحيطة، وبيطردوا الحراس وبيضربوا عليه نار، لكن بخفة وسرعة مذهلة بيقدر يتفادى الرصاص، لكن الحراس بيستمروا في ضرب النار وبكثافة شديدة وبتصيبوا رصاصة قبل ما ينط من فوق سور المكان ويهرب. وفي شارع جانبي بيطلع الشخص الغامض من المجاري وبيكشف عن وجهه ومعاه الدب الممزق. دلوقتي بنروح لوسط المدينة الفاخرة، بنشوف شخص هدومه متسخة وقذرة وهو بيفتح باب في سور المدينة وبيعدي منه، وبنشوف ان الباب ده بيفصل بين مدينتين، مدينة الأغنياء الفارهة ومدينة الفقراء المعدومة. ودلوقتي بندخل مدينة الفقراء وبنلاقي الشخص الغامض عبارة عن ولد بيسموه مناقب الزبالة، لأنه دايما بيدور وسط الزبالة عن حاجات بيجيبها ويبيعها في مدينة الفقراء. بتيجي بنت وبتكلم الولد ده اللي بنعرف منها ان اسمه هورادا، بتقول له انت لسه بتروح مدينة الأغنياء وتدور في الزبالة؟ الناس هناك ما بيرحموش اللي بيجي ناحية زبالتهم، ايه اللي بيخليك تعمل كده؟ بيرد رودو وبيقول لها الأغنياء دايما بيرموا زبالة ممكن نستعملها ونستفيد منها، وفي نفس الوقت بتدخلي فلوس علشان اقدر اصرف منها على معيشتي. في اللحظة دي بيجي 3 ولاد وبيتكلم واحد منهم بسخرية وهو سادد مناخيره بإيده ويقول ايه ريحة الزبالة دي؟ فبترد عليه البنت وبتقول له عايز ايه تشو؟ فبيقول لها ايه اللي موقفك مع الفاشل ده بريحته القذرة دي؟ وبيوجه كلامه لرودو ويقول له مفيش حد هيشتري منك الزبالة اللي انت بتصلحها دي. بترد عليه البنت وبتقول له ما احنا كلنا كده زيه. بيرد تشو يقول لها لكن هو ابوه كان قاتل مجنون، والمكان اللي احنا عايشين فيه ده اصله كمان فالعزل المجرمين واحنا اولادهم، لكن احنا بنشتغل بجد بعيد عن الاجرام عشان نحسن صورتنا وفكرة الناس عننا، لكن ابوه استمر في القتل، ولو حد شافك وانت معاها يفتكروكي زيه، واكيد هيبقى قاتل زي ابوه في يوم من الايام. وسابهم تشو ومشي. هنا بتكلم البنت الولد وبتقول له انا واثقه فيك انك مش هتبقى زي ابوك. قال لها تشو بجد شكرا. هنا بتشوف البنت الدميه وبتعجب بيها، وفي الوقت ده بتيجي ام البنت بتنادي عليها وبتاخدها وتمشي. بيروح تشو البيت وبيلاقي واحد اسمه ريجيتو مستنيه وبيقول له عايزين نتكلم عن اللي حصل امبارح. وبيكمل ويقول انا مش عايز تعمل كده تاني عشان ما تعرضش نفسك للخطر، سيب الموضوع ده ليا انا لغايه ما تكبر. بيرد عليه تشو ويقول له انا مش في خطر ولا حاجه، محدش قدر يمسكني قبل كده. بيقول له ريجيتو لكن المره دي كانوا هيمسكوك. اي نعم احنا مش قرايب ولا في بينا صله دم، لكن احنا نعتبر عيله. بيرد عليه تشو ويقول له انت لقيتني وانا طفل وخدتني وربتني وانا بتصرف على اساس ان احنا عيله فعلا. هنا بيلاحظ ريجيتو ان رودو مصاب في دراعه وبياخده عشان يغير له على الجرح، وبيطلب منه انه يخلع القفاز اللي في ايده عشان يغير له على الجرح اللي في ايده كمان، وبيخلع رودو القفاز وبتظهر ايد رودو مشوهه باللون الاسود وكلها جروح، واللي بنعرف ان ابوه القاتل هو السبب فيها، وان ريجيتو هو اللي اداله القفازات دي عشان يغطيها. بره البيت بنلاقي شخص ملثم بيراقب البيت وبيتصنت على اللي فيه، وبيروح رودو عشان يقابل تشيو ويديها الدميه اللي عجبتها، وبيقف على اطراف المدينه في الاعلى وبيشوف المدينه كلها وفي اخرها حفره الاعدام، وهي عباره عن حفره عميقه جدا مرمي فيها كل النفايات الضاره، واللي بيدخلها ما بيخرجش منها ابدا، والشخص اللي بيرتكب اي جريمه بيترمي في الحفره دي.
تيجي تشيو بتتكلم مع رودو وبتقول له انا مش عايز اشوفك بتترمي في الحجره دي، بتطلب منه يبطل يدور في الزباله عشان ما يتقبضش عليه ويترمي في الحفره، وبتغلط في وسط الكلام وبتقول له انها بتحبه، فبيتجنن وما بيصدقش نفسه وبيديها الدميه اللي بتحبها هديه وبتاخدها منه وبتفرح بيها. وبيجي رودو بسرعه وهو هيتجنن من اللي حصل عشان يبلغ ريجيتو باللي حصل، وبيفتح رودو الباب وبتحصل المفاجاه، بيلاقي ريجيتو مرمي على الارض ومن فوقه مجرم ملثم يغرز في صدره سيف بكل قسوه، فبيجري عليه لكن فجأة الدنيا بتضلم قدام عينيه وبيفوق رودو والدم بينزل من مناخيره، بيلاقي نفسه مش قادر يقوم من أثر الضربة والإغماء اللي حصل له، والمجرم بياخد كتاب من على الأرض وبيخرج وهو بيبص عليه. في اللحظة دي بينادي ريجيتو على رودو وبيقول له اهرب بسرعة، لكن رودو بيرفض يسيبه، وفجأة بيحس رودو بالكهرباء في كل جسمه وبيترمي على الأرض وإن جسمه مشلول. بيلاقي الحراس بيكتفوه وبيقبضوا عليه بتهمة القتل وبيتحكم عليه بالإعدام بالرمي في الحفرة، والناس كلها واقفة تتفرج عليه وهو بيتوعدهم إنه هينتقم منهم كلهم لأنه مظلوم ومحدش مصدقه ولا بيدافع عنه. حتى تشيو نفسها صدقت إنه قاتل زي أبوه ورمت الدمية في الأرض ومشيت، وبالفعل بيتنفذ حكم الإعدام وبيترمي رودو في الحفرة. وبعد فترة بيستقر رودو في قاع الحفرة وبيلاقي نفسه وسط مقلب زبالة كبير جدا عبارة عن أكوام ضخمة ومسافات طويلة من كل أنواع المخلفات والنفايات. قبل ما يستوعب رودو اللي حصل بيظهر فجأة من وسط أكوام الزبالة وحش حديدي ضخم، وبيجري رودو بأقصى سرعة ويقوم الوحش بعمل صوت عالي كأنه بينده على أصحاب، وبالفعل بتظهر مجموعة من الوحوش الحديدية من وسط الزبالة وبتنضم للوحش وبيطاردوا كلهم رودو اللي بيحاول يهرب منهم، لكنهم بيحصلوه وبيعملوا دايرة حواليه. وبيتساءل رودو ايه الأشياء دي، وبيرد على نفسه دي وحوش عبارة عن أكوام من الزبالة. وفي اللحظة دي بتهجم عليه الوحوش بكل قوتها وبتحاول تقتله، لكن رودو بخفة حركته وسرعة رد فعله بيقدر يهرب منها وبيقف على حرف كومة من الزبالة اللي بتقع بيه وبتعمل فاصل بينه وبين الوحوش، لكن الوحوش بتنزل له وبتقرب منه عشان تقتله. وفي نفس الوقت رودو بيفتكر منظر ريجيتو وهو بيموت وده بيحمسه وبيزود غضبه وبيقرر الانتقام من اللي عمل كده، وبيمسك ماسورة حديدية وبيضرب بيها بكل قوة أقرب وحش ليه، لكن الوحش بيضربه ضربة قوية بتحدفه بعيد، فبياخد رودو روح من الصاج وبيضرب بيه الوحوش بكل قوته وبيقسمه نصين وبيتفتت الوحش، وبيجي وحش تاني بيطرده وبيضرب كومة الزبالة بقوة شديدة اللي بتحدف رودو بعيد، وبيفتح عينيه بيلاقي نفسه مرمي على الأرض وجنبه واحد لابس بلطو وقناع تنفس وماسك في ايده شمسية، وفجأة بيمسكوا راجل القناع وبيضربه برجله ضربة قوية بتحدف بعيد وتخليه يجيب دم من بقه، لكن بيلاقي الراجل بيحط له قناع على بقه بيخليه يتنفس طبيعي بدل ريحة الزبالة اللي مالت مناخيره وكانت هتخنقه. فبيسأل رودو انت من سكان المدينة اللي احنا فيها دي، وايه المكان ده، وايه هي الوحوش دي؟ فبيشاور له الراجل ذو القناع انه يقفل بقه ويسكت، لكن رودو يكمل كلامه ويسأله ايه الحفرة دي ومكانها تحت الأرض ولا فين؟ فبيرد عليه ذو القناع بغضب وبيقول له الحفرة دي مش تحت الأرض، دي فوق الأرض، وإن كل الزبالة دي سكان الأرض هم اللي رموها، وإنه عمال يقول له من الصبح إنه يسكت لأن صوته هو اللي خلى الوحوش تعرف مكانهم ويقولهم. بيقول له كمان إنهم زي ما هو شافهم كده فعلا وحوش مصنوعة من الزبالة ولا يمكن تدميرهم بالأسلحة العادية، وإنهم بيتحركوا حسب الأصوات، عشان كده عمال أقول لك تسكت وكنت بتكلم بصوت واطي وإنت عمال تصرخ بغباء. وفجأة بيظهر وحش ورا الراجل ذو القناع وبيقرب منه وبيلاحظ رودو إن الشمسية اللي في إيده بتنور وتتحول لآلة حفر، وبيلف الراجل للوحوش وبيشغل الآلة اللي بتدمر الوحش وتحوله لقطع صغيرة مفتتة، لكن بيظهر تاني مجموعة كبيرة من الوحوش وبيهجم عليهم الراجل ذو القناع وبيفتتهم ويدمرهم كلهم في حركة واحدة. بيستغرب رودو من اللي حصل وبيسأل نفسه يا ترى كل سكان المنطقة عندهم نفس التقنية دي ولا هو بس، ويا ريت يبقى عنده هو نفس التقنية دي. بيرجع الراجل لرودو في نفس المكان وبيرجع الشمسية زي ما كانت شمسية عادية، فبيسأله رودو انت مين؟ فبيخلع الرجل القناع وبيرد عليه ويقول له ان اسمه ان جي وان وظيفته منظف. وفي اللحظة دي بيقع رودو على الأرض وبيغمى عليه، وأثناء ما هو مغمى عليه افتكر موقف بينه وبين ريجيتو بيعرفوا فيه إن أي شيء مهما كان لو تم الاهتمام والعناية بيه بتسكنه روح، ووصاه يهتم بالقفازات جدا عشان تسكنها الأرواح. بيفوق رودو وبيفتح عينيه فبيلاقي نفسه متقيد بالسلاسل، وإنجين بيجره وبيقول له إيه اللي أنت عامله فيه ده؟ فبيقول له إنجين أنت أغمى عليك وأنا قررت إن أخدك معايا. فبيقول له رودو فكني وسيبني أنا لازم أرجع تاني فوق على الأرض. فبيقول له إنجين ما ينفعش ترجع فوق
تاني، انت تقدر تطلع السما فوق بالنسبة ليك زي السما بالظبط، ولازم تعود نفسك على المكان ده وتهدي نفسك. فبيقول له رودو انا راجع فوق تاني مهما حصل، هرجع يعني هرجع، وكلامك ده معناه انك عارف ازاي ممكن ارجع تاني للارض. انا عايز اعرف كل حاجة عن العالم ده والوحوش والقوة اللي معاك دي، لازم تعرفني، انا مش هسكت الا ما تعرفني عشان اعرف ارجع للارض وانتقم من كل الناس ومن اللي قتل ريجيتو. بيرد عليه انجين وبيقول له رغم انك رغاي وكتير الكلام لكن انا هعلمك. بيستمر انجين في سحب رودو لحد ما بيوصلوا المكان فيه عربيات واشخاص لابسين اقنعة وبيسيبه ويمشي. فبيقرب من رودو واحد منهم ويسأله هو انت من الارض؟ انت جيت منين؟ فبيرد رودو ويقول له